ايام قليله كتفصلنا على اضخم مسابقه في الكره الارضيه. سيداتي سادتي، رحبوا معايا بكاس العالم. في هذا الفيديو غادي نقيموا كاع المنتخبات المشاركه ونشوفوا شكون هو المرشح الاقوى وشكون غيديه، ونكتشفوا ونعرفوا الحصان الاسود اللي غيصدم العالم مره اخرى. شوف، غادي نحيدوا العاطفه جنب ونخدموا بالمنطق شويه ونرتبوهم غير بالعقل. السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. انا عارف انني غبرت عليكم شويه في يوتيوب، كنت غير كنقاد شي امور وكنوجد لكم شي حاجه زوينه واللي غادي تعرفوها من بعد واللي باقي انا خدام عليها. نتوما غير دعيو معنا بالتوفيق من الله. الصراحه توحش التعاليق الزوينه ديالكم اللي كتعطيوني فيها الطاقه الايجابيه، وما كرهتش ان حتى في هذا الفيديو نشوف كلام زوين ايجابي اللي غادي يخليني نرجع ونقدم لكم مره اخرى محتوى مفيد وممتع. الا كنتي اول مره كتشوفني هبط خبط ديك سبسكرايب وخلي معك شي لايك. كنتمنى لكم فرجه ممتعه ونبداو على بركه الله. قبل ما نبداو نرتبوا المنتخبات اللي عندنا، غادي نذكركم باللي هاد النسخه من المونديال ما عمرنا ما عشنا بحالها. كاس العالم 2026 غادي يشاركوا في التنظيم ديالها 3 ديال الدول، امريكا، كندا والمكسيك، وتقريبا ما بقى لهم والو انهم يبداو هاد التظاهره. والاول مره في تاريخ كاس العالم غادي يشاركوا فيه 48 منتخب عوض 32 منتخب اللي كنا شفنا في النسخ الفايته. يعني هاد المره اراك الفراجه غادي يكونوا ماتشات بزاف، واصحاب القهاوي غيديروا لاباس. هاد المره صعيب اننا نتوقعوا شكون اللي غادي يدير الفينال. ودابا بلا ما نطول عليكم، يلا نرتبوا المنتخبات وبقاو حتى الاخير. غادي نعطيكم الحصان الاسود اللي غادي يصدم العالم مره اخرى كما دار المنتخب المغربي في قطر 2022. وكما كتشوفوا دابا في الشاشه عندنا هاد التاير اللي فيها 5 ديال المستويات. المستوى الاول هو اللي غادي يكونوا فيه المنتخبات المرشحين باش انهم يديو اللقب، والمستوى اللي كاين في التحت اللي هو بالاحمر غادي يكونوا فيه المنتخبات اللي مستحيل انهم يطلعوا حتى لنصف النهائي. شوف، كما قلت لكم في الاول غادي نحيدوا العاطفه، كل منتخب غادي نحطوه على حسب المستوى اللي كيقدم والتاريخ ديالو، وزيد عليها اللعابه اللي عندهم والاسلوب باش كيلعبوا. المهم اللي كيستحق هو اللي غادي نحطوه في تاير 1. دابا باش بغيتونا نبداو، واش نبداو نحطوا المنتخبات من الفوق لتحت اولا من التحت وحنا طالعين؟ الصراحه تلفت، ما عرفت باش نبدا لكم الدراري، ولكن شوف غادي نبداو من الفوق للتحت. المهم كرأي شخصي واللي كنشوف انا ان منتخب فرنسا هو اول مرشح. فينا المنتخب الفرنسي، ها هو المنتخب الفرنسي نشدوه ونحطوه هنا. تقريبا هما اللي عندهم افضل هجوم في البطوله، وراكم عارفين الاسماء اللي عندهم في الهجوم: ديمبيلي، مبابي، اوليسي، وزيد عليها دكه البدلاء اللي فيها وحوش. وثاني منتخب اللي كيبان لي انه مرشح يفوز هو لاروخا، اسبانيا. المنتخب الاسباني يا ساده عندهم منتخب متكامل تكتيكيا، كيلعبوا بجينيراسيون جديده وكيحتل الصداره بفضل خط الوسط الواعر اللي عندهم. وراكم عارفين النجوم اللي عندهم في الهجوم بحال لامين يامال وويليامز. واخا عندهم لعابه عندهم مهارات فرديه، الا ان الاسلوب ديالهم كيعتمد على اللعب الجماعي. المنتخب الاخر اللي مرشح انه يفوز باللقب هو منتخب كريستيانو رونالدو منتخب البرتغال. غنشدو البرتغال ونحطوها هنا. الاصدقاء كما كتعرفوا ان البرتغال عندهم دابا حاليا افضل خط وسط في اوروبا: فيتينيا، نيفيش وبرونو فرنانديش. وبكل صراحه من بعد المغرب كنشجع منتخب البرتغال. راكم عارفين انه غادي تكون نهايه زوينه لكريستيانو رونالدو الا خدا كاس العالم، وبهكا غادي يكون كيعادل ليونيل ميسي، وغادي نكونوا حضرنا وعشنا افضل حكايه في تاريخ كره القدم. بما اننا ذكرنا ليونيل ميسي، منتخب الارجنتين حتى هو مرشح انه يفوز باللقب، وكما كتعرفوا انه غادي يدخل البطوله بشخصيه البطل، والمنتخبات غادي يضربوا ليه 1000 حساب. وما نساوش منتخب انجلترا، انجليز، اللي غابوا على اللقب من 1966. دابا عندهم استقرار في التشكيله وعندهم هجوم بمواهب خارقه. يعني نشدو المنتخب الانجليزي غادي نحطوه في التروفي تاير. المنتخب الالماني حتى هو موجد لنا مفاجاه وداخلين عليها بقوه، وجايبين نظام جديد وجينيراسيون جديده من اللعابه، وبهكا المنتخب الالماني غادي نضيفوه للتروفي تاير. باقي واحد المنتخب غادي نزيدوه على هادو وهو المفاجاه، وغادي نخليه حتى الاخر، وكنظن راكم عارفينه. دابا بالخف ندوزو للمستوى الثاني اللي هو الفاير تاير. اول منتخب غادي نحطوه في الفاير تاير هو منتخب البرازيل. منتخب السيليساو ديما كيترشحوا بسبب المواهب الفرديه اللي عندهم، ولكن بكل صراحه حاليا عندهم مشاكل دفاعيه اللي ممكن تسبب لهم انهم ما يوصلوش للنهائيات. منتخب هولندا يا ساده حتى هو غادي نضيفوه للمستوى الثاني. كنشوف انهم عندهم دفاع صلب ومنظم وهما الاقوى في اوروبا، وهذا العام غادي يديروا ما في جهدهم باش يجيبوا اللقب الاول في تاريخهم. ما تصدموش الا حطيت لكم كولومبيا في الفاير تاير. شوف،
كولومبيا هذا العام كيخلعوا وجايبين الجهد، عندهم فريق متجانس وغادي يخلقوا مشاكل كبار للمنتخبات. وعقلوا على الهضره اللي قلت لكم. الاوروغواي حتى هما عندهم هجوم داصر وباسلوب بيلسا جديد، كنظن انهم غادي يمشيو مزيان. ما نساوش منتخب بلجيكا حتى هو نحطوه في الفاير تاير، واخا الجيل الذهبي ديالهم كبروا في العمر ولكن باقي عندهم لاعبين خبره، لاعبين حاسمين اللي غادي يصنعوا الفريق. دابا ندوزو للمستوى الثالث، الاكس فاكتوري. غادي نحطو اول واحد هو المنتخب الكرواتي باش ما نحقروش. كاين اللي غادي يقول لي لا خص تحطو في الفاير تاير، ولكن كنشوف انا اللعابه اللي كيعتمد عليهم كبروا شويه في العمر، يعني داكشي اللي شفناه من المنتخب الكرواتي في السنين الاخيره وديك التنافسيه اللي كانت عندهم كنظن انها غادي تنقص شويه، وما كنظنش انهم غادي يوصلوا نصف النهايه مره اخرى. شوف بلا ما تعايروني، حيت هذا المنتخب اللي غادي نحط دابا ولاو كيكرهوه كاع المغاربه. ما ترحبوش معايا بمنتخب السنغال، وصيف بطل افريقيا، داخلين عليها وعندهم قوه بدنيه هائله. وباش نكونوا صريحين وما نكذبوش على راسنا، السنغال منظمين تكتيكيا. باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف غادي نحاول نزرب شويه. منتخب النرويج حتى هو غادي نحطوه في الاكس فاكتور، عندهم جوج ديال النجوم عالميين بحال اوديغارد وهالاند، هادشي اللي كيخول لهم انهم يقدروا يسجلوا على اي منتخب. ما ننساوش منتخب اليابان حتى هو نحطوه في الاكس فاكتور، منتخب اللي سريع ومنظم بزاف، تاهلوا بكل سهوله وحس ان في هذه النسخه غادي يسلخوا منتخبات كبيره. المنتخب الامريكي حتى هو غادي نضيفوه الاكس فاكتور، هما اصحاب الارض، غادي يستافدوا من الدعم الجماهيري وعندهم جيل شباب اللي كيلعبوا في الدوريات الكبرى. نزيدوا عليهم منتخب النمسا وحتى سويسرا نزيدوها معاهم، ونزيدوا حتى المنتخب التركي وحتى الاكوادور اللي هذا العام جايبين الجهد، عندهم دفاع واعر، كيلعبوا منظمين ولعب جماعي. وديجا شفتوا العربون في الماتش الودي اللي لعبنا كونترهم. منتخب واحد اخر اللي غادي نزيد اللي هو المنتخب المكسيكي، واللي حتى هما غادي يلعبوا في ارضهم وغادي يكونوا الخصم شرس. دابا غندوزو للمستوى او للفئه الرابعه، هاد المنتخبات اللي ماشي حقرناهم ولكن عندهم مستويات متذبذبه. المهم هاد الفئه غادي نفتتحوها بمنتخب السويد، نضيفوا لهم منتخب التشيك اللي ما عندهمش نجوم كبار اللي يقدروا يحسموا دوك المباريات المعقده. غنزيدوا حتى منتخب اسكتلندا، كوريا الجنوبيه، ايران غيدير لهم ترامب شي لعيبه باش انهم يتقصاو من دور المجموعات استراليا وكندا حتى هي واخا منظمين على ارضهم ولكن كيفتقدوا ناقصهم خبره في كاس العالم. المنتخب المصري حتى هو غير سمحوا لينا كاس العالم ماشي هو كاس افريقيا. المنتخب الجزائري حتى هو غادي نضيفوه على الاخوان المصريين. المنتخب الجزائري عندهم لاعبين عندهم مهارات فرديه عاليه، وبكل صراحه باقي ما طاحوش على الاسلوب اللي يقدروا يلعبوا به ككتله وحده. الكوت ديفوار حتى هي غادي نحطوها في الفئه الرابعه اللي هما بطل افريقيا سنه 2023 24. نزيدوا عليه منتخب الباراغواي وحتى المنتخب السعودي ما ننساوش، واخا انفيستين بزاف وطامحين باش انهم يديروا شي حاجه ويوصلوا شي حاجه في بحال التظاهرات. وبكل صراحه باقي بعيد عليهم ذاك الاحتكاك مع المنتخبات اللاتينيه والاوروبيه وحتى الافريقيه. كنشوفوا انه كان واحد الفارق. نسور قرطاج المنتخب التونسي حتى هو غنضيفوه لهاد الليسته، عندهم تنظيم دفاعي زوين، اللي كيلعبوا مع منتخبات كبار كيبانوا انهم كيلعبوا كره ولكن ناقصاهم الفاعليه. واخر واحد في هاد الليسته هو منتخب غانا. المهم الاصدقاء، هاد المنتخبات اللي كتشوفوا لتحت اللي بقاو لينا تقريبا غادي يكونوا كاملين في اخر فئه. ولكن شوف انا عارفكم غتقولوا اش كدير المغرب تما. المنتخب المغربي كاين اللي غادي يضحك عليا، غادي يقول لي علاش سيدي غادي تحطو في الفئه الاولى. شوف ماشي عاطفه ولا شي حاجه، ولكن كنشوف ان المنتخب المغربي قادر انه ينافس، وعلاش لا انه يوصل للفينال ويدي كاع من غير داك الانجاز التاريخي اللي درناه في قطر وطلعنا لنصف النهايه. تيقوني الا قلت لكم ان التشكيله باش لاعبين هذه النسخه احسن من ديال قطر، خصوصا في وسط الميدان، ولا عندنا خط وسط ميدان خارق اللهم بارك. يعني انا داير الثقه ديالي كامله في المنتخب المغربي، ماشي حيتاش انا مغربي ولا شي حاجه، ولكن كنشوفه هو الحصان الاسود وهاد المره غادي يفوت التوقعات. وزيد عليها انه الا حسبتوا المنتخبات اللي كاينين في التروفي تاير غادي تلقاو باللي كاينين 7، والمنتخب المغربي حاليا كيتصنف في الرتبه السابعه حسب الاحصائيات او الترتيب ديال الفيفا. المهم المنتخبات اللي كاينين في التحت راكم شايفينهم: جنوب افريقيا، البوسنه، قطر، هايتي، شنو هي هذه نخليوها هي الاخر، بنما، اوزباكستان، الكونغو، الاردن، العراق، الكاب فير، نيوزيلاند، وشنو هي هذه مشات ليا كوراساو ولا شي حاجه بحال هكا. المنتخب كوراساو حتى هو لاول مره غادي يشارك، هما غير دوله صغيره على حسب ما كنعرف، ما كيتعداوش 200 الف نسمه. وهذا الشيء اللي كاين اصدقاء كما كتشوفوا هذا هو التاير ديالنا اليوم. هذا الشيء اللي كتشوفوا حسب رايي الشخصي واللي كنشوفوا انا منطقي واحد شويه. الاصدقاء المصريين والجزائريين غير سمحوا لينا، هذا الشيء اللي عطا الله. كاس العالم مسابقه ماشي سهله، مسابقه اللي صعيبه وكيخصها الخدمه بزاف وبزاف ديال الانفستيسمون والاستثمار. زيد عليها كيخص يكون عندك نجوم عالميين اللي كيلعبوا في الدوريات الاوروبيه. المنتخب المغربي راكم شايفين تقريبا اللهم بارك عامر بنجوم كيلعبوا في اوروبا ومحترفين وساويين زباله ديال الفلوس، بلا ما نذكروا الاسماء كاملين: اشرف حكيمي، مزراوي،
العيناوي، بوعدي، الزلزولي، ابراهيم دياز، بونو. المهم اللائحه طويله، وان شاء الله كنتمناو كل الخير كاع المنتخبات العربيه والافريقيه. ولكن بكل صراحه داكشي اللي كان طراينا في كاس افريقيا ديما مغرب، وكنتمناو التوفيق غير للمنتخب المغربي. غير كنضحك معكم الدراري، الله يوفق كاع العرب والمسلمين ان شاء الله. مؤخرا واحد التوقع دار بوم ديال واحد الخبير اقتصادي اللي سميتو يواكيم كليمت، شي حاجه بحال هكا، واللي كيقولوا انه اخر 3 نسخ ديال كاس العالم جاب التوقعات صحاح. وهاد المره دار تحليل وكيقول باللي منتخب هولندا هو اللي غادي يدي كاس العالم. احنا ما عارفينش، هذا كيبقى غير توقع، الله بوحدو اللي كيعرف الغيب. انا كنشوف ان المغرب، كولومبيا هما الحصان الاسود هذا العام. كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا في هذا الفيديو. شوف اكتبوا لي في التعاليق شكون هو اللي كتظنوا غيدي كاس العالم هذا العام، اولا اعطوني 4 ديال المنتخبات اللي كتظنوهم غادي يمشيو مزيان، غادي يوصلوا للمربع الذهبي. الا عجبك الفيديو خلي معاك شي لايك، كيف قلت لكم كتبوا لي تعاليق يكونوا ايجابيين، وان شاء الله غادي نديروا لكم محتوى زوين وممتع. هاد كاس العالم الا قدرنا بجهد الله غادي ندير لكم فيديوهات بزاف وغادي تتمتعوا معنا. كان معكم خوكم صلاح، السلام عليكم.